سنة 1815 في فرنسا، الضابط جافريت شاف مجموعة من المساجين بيشدوا حبال ضخمة علشان يحركوا سفينة. لما المهمة خلصت، طلب جافريت من السجين جان يرفع علم السفينة. الكل كان مستغرب لأن جان كان قوي جدا لدرجة إنه رفع العلم ونزله عند رجلين جافريت. بعدها الضابط قال إن جان هيبدأ إجراءات الإفراج، مع إنه عمره ما ناداه باسمه، كان بيشاور عليه بس برقم السجين بتاعه. جان كان سرق أكل علشان ينقذ ابن أخته اللي كان بيموت من الجوع، واتحكم عليه بالسجن 5 سنين، لكنه علشان حاول يهرب أكتر من مرة العقوبة بقت 19 سنة. هو كان فاكر انه اتحرر خلاص، لكن جافريت وضح له انه ده افراج مشروط واداله اوراق بتثبت كده. كان لازم جان يشيل معاه الورق ده على طول ويطلع له حد طلبه منه، ولو ما بلغش هيتقبض عليه تاني. بعد كده جان بدأ يلف ويدور على مكان يقعد فيه، بس مفيش حد كان عايز يشغله بسبب ورق الافراج المشروط بتاعه. كل مدينة بيدخلها كانوا بيطردوه لانه بيتشاف على انه شخص خطير، حتى لو حاول ينام في اسطبل بسيط كانوا بيطردوه برضه. جان حاول ينام جوه كنيسة، لكن الكاهن شافه وطلب منه يتعشى معاه وقدم له اوضه يقعد فيها. جان كان مبسوط جدا انه اكل وجبه كويسه، بس لما الكائن دخل ينام سرق كل الفضيات اللي قدر يلاقيها وهرب. وتاني يوم الصبح الشرطه رجعت جان للكنيسه وقالوا للكائن انهم قبضوا عليه ومعاه حاجات مسروقه، لكن الكائن علشان ينقذ جان كذب وقال ان الفضيات دي كانت هديه منه، وكمان اداله حاجات اكتر. وبعد ما الشرطه مشيت قال لجان انه لازم يستخدم الفضيات ديت علشان يبدا حياه جديده بشرف وامانه. جان اتاثر جدا بكلامه وفهم انه سرق تاني علشان اتعود على كده، لكن قرر من اللحظه دي انه يكون انسان تاني ويغير اسمه. وفعلا قطع ورق الافراج المشروط بتاعه ورماه. وبعد 8 سنين في مصنع كان رئيس العمال بيضايق الستات اللي بيشتغلوا هناك، وكان بيعامل فانتين بشكل خاص، وبسبب ده الستات التانيين في المصنع كانوا بيعاملوها وحش. وفي يوم من الايام الستات لاحظوا ان فانتين معاها جواب فسرقوه منها وقرأوه، واكتشفوا انها عندها بنت غير شرعيه اسمها كوزيت. فحصلت خناقه لما حاولوا يقولوا لرئيس العمال، بس الخناقه اتقطعت لما جان وصل. جان كان صاحب المصنع ده وكمان عمده المدينه، وهو بيطلب من الكل يهدى لمح جافريت واقف عند الشباك فتوتر جدا وساب رئيس العمال اللي يتعامل مع الموظفين. الستات بدأوا يشتموا فانتين علشان عندها بنت غير شرعية، لكن فانتين حاولت تشرح ان الموضوع مش زي ما هم فاكرين وانها ما بتعملش علاقة مع الرجالة، كان عندها حبيب واحد بس وهو اللي سابها. رئيس العمال بدأ يضايقها تاني، ولما فانتين ضربته بالقلم قرر يطردها من الشغل. فحاولت تروح لجان وتطلب المساعدة، لكن رئيس العمال رماها بره المصنع. في نفس الوقت جان كان حاسس انه سمع حاجة، لكنه كان مشغول بمراقبة رجالة الشرطة اللي حوالين مصنعه. جافريت كان بقى رئيس الشرطة وجه للمصنع بس علشان يسلم اوراق. جافريت معرفش جان، لكن وشه كان مألوف بالنسبه له. فجأة سمعوا صراخ بره المصنع، فجان جري بسرعه على بره ولقى الراجل واقع تحت عربيه، فاستخدم قوته ورفع العربيه وانقذ الراجل. الحركه دي خلت جافريت يشك لانه افتكر السجين اللي هرب بعد ما كسر الافراج المشروط بتاعه من 8 سنين، لكن بما انه ما عندوش دليل واضح قرر يحتفظ بشكوكه لنفسه. في الليله ديت فانتين بدأت تدور على اي طريقه تكسب بيها فلوس علشان تبعتهم لبنتها. في الاول بعت السلسله اللي عليها صوره بنتها، وبعدها بعت شعرها وحتى شويه من اسنانها، لكن الفلوس دي ما كانتش كفايه، فاضطرت انها تشتغل في الشغلانه الوحيده اللي فضلت. العيشه في الشوارع بسرعه اثرت على صحتها، وبعد كام ليله من الشغل حصلت مشكله مع واحد من الزباين اللي كان عدواني معاها. فانتين دفعت عن نفسها لكنه اتصل بالشرطه. جافريت وصل علشان يقبضوا عليها، لكن جان قاطع الموقف. جان حس ان وش فانتين مألوف، وبعد ما هي صرخت فيه واتهمته ان هو السبب في طردها حكيت له عن بنتها المريضه اللي محتاجه مساعده. جان كان حاسس بالذنب فقرر ياخدها بنفسه للمستشفى ووعدها انه هيساعد بنتها كمان. بعد كده جافريت استلم رساله مهمه من باريس بتبلغه ان السجين اللي كان بيدور عليه اتقبض عليه. جافريت راح يقابل جان واعتذر له لانه شك فيه، وقال له انه لو يستحق عقاب هو مستعد لكده، لكن جان سامحه وقال له انه كان بيعمل شغله. وباقي اليوم جان كان مشغول بفكره ان في راجل بريء هيتمسك مكانه، وبالليل قرر يروح المحكمه ويكشف عن هويته الحقيقيه، وقال رقم السجين بتاعه كدليل. في الاول محدش صدقه فطلب منهم يسالوا جافريت قبل ما يتم طرده من المحكمه. بعد كده جان راح المستشفى علشان يطمن على فانتين اللي كانت شايفه هلاوس بسبب الحمى وفاكره انها شايفه بنتها. جان طمنها وقال لها انه هيهتم بالبنت كويس وهتعيش حياه جديده. الكلام ده خلاها تحس بالراحه، وفي النهايه ماتت. وفي اللحظه دي جافريت ظهر علشان يقبض على جان، لكن جان رفض يستسلم ومسك قطعه خشب علشان يدافع بيها عن نفسه قدام سيف جافريت. للاسف جان ما قدرش يعمل حاجه قدام جافريت فقرر يهرب ويرمي نفسه في النهر. في الوقت ده كوزيت بنت فانتين كانت عايشه في فندق صغير مع اسره تانيه. الحقيقه انها ما كانتش مريضه زي ما كانوا بيقولوا، لكن عيله تنارديه كانوا مشغلينها خدامه عندهم، وكانوا بيكتبوا لفانتين كلام كذب علشان يخلوها تبعت لهم فلوس اكتر. الزوجين كانوا قاسيين جدا على كوزيت وكانوا بيعاملوها اسوأ معامله، وفي نفس الوقت كانوا بيعاملوا بنتهم احسن معامله، وكمان كانوا دايما بيخدروا الزباين عندهم في الفندق ويخلوهم يسكرهم ويشغلوهم بحاجه تانيه علشان يسرقوا كل اللي معاهم. والاكل اللي بيقدموه في الفندق كان معمول بحاجات مشبوهه زي قطط الشوارع. في الليله ديت جان راح للفندق وقابل كوزيت وقال لها الحقيقه ان امها ماتت وانها لازم تروح معاه. العيله
العيله رفضت تسيب كوزيت تمشي وفضلوا يتظاهروا انهم بيحبوها زي بنتهم، وقالوا لجان انهم صرفوا كتير على علاجها. جان وافق انه يدفع ديون فانتين وكمان زود الفلوس لحد ما اقنعهم يسيبوها تروح معاه. بعد ما جان وكوزيت مشيهم ظهر جافرت في الفندق وهو بيدور عليهم، ووقتها العيله استوعبوا انهم كانوا ممكن يطلبوا فلوس اكتر من جان مقابل مساعدتهم لمجرم زيه. وبعد شويه عربيه جان اللي فيها كوزيت وقفت عند بوابه المدينه والشرطه طلبوا يشوفوا الورق. على طول جان وكوزيت هربوا وجافرت بدا يطاردهم في الشوارع وهو بيكرر رقم جان لما كان في السجن بصوت عالي. جان قدر يلاقي حبل واستخدمه علشان يطلع على حيطه عاليه جدا وكان معاه كوزيت، وبعد ما عدوا استخبوا في المكان لحد ما جافرت فقد الامل وقرر يمشي. جان وكوزيت اتسللوا جوه كنيسه وهناك شافهم راجل. جان في الاول افتكر انه خلاص نهايته قربت، لكن طلع الراجل ده هو نفس الشخص اللي جان انقذه لما وقع تحت العربيه. الراجل وافق يساعدهم ويوفر لهم مكان امن يستخبوا فيه. جان كان بيتمنى انه يختفي ويبدا حياه جديده في مكان تاني. وبعد ما بيعدي 9 سنين في باريس الفقر كان زاد بشكل مرعب، الشوارع كانت مليانه توتر والناس الفقراء كانوا بيشتكوا من الملك ومش قادرين ينسوا انهم قتلوا اخر ملك لما الظروف بقت سيئه بنفس الشكل. في الوقت ده مجموعه من الطلاب شكلوا تنظيم اسمه ABC وكانوا بيخططوا لثوره ضد النظام الملكي. كانوا بينزلوا الشوارع بشكل منتظم علشان ينشروا فكرتهم ويحاولوا يجذبوا الناس ليهم. ومن ضمن الثوار دولت شاب اسمه ماريوس، كان من عيله محترمه لكن دلوقتي بقى وصمه عار ليهم بسبب افكاره الثوريه. كان عايش في اوضه بسيطه بالايجار. ماريوس كان مصاحب بنت اسمها ايبونين بنت عيله تينارديه. وفي يوم من الايام بعد الظهر ماريوس لمح جان وكوزيت اللي كبرت وبقت بنت جميله، كانوا بيساعدوا الفقراء ومن اول نظره وقع في حب كوزيت. وفي نفس الوقت عيله تينارديه اللي بقوا عايشين في الشوارع دلوقتي شافوهم كمان واتعرفوا عليهم على طول، وبنيه انهم يستغلوا جان وياخدوا منه فلوس اكتر. تينارديه والمشردين اللي معاه حاصروا جان. جان حاول يدافع عن نفسه لكن الامور بدات تتعقد، ومع صوت الدوشه والشغب اللي حصل ظهر جافرت ومعاه رجاله الشرطه علشان يوقفوا المشكله. ووقت ما كان جافرت مشغول وبيتخانق مع المشردين جان استغل الفرصه وهرب هو وكوزيت. وهي ماشيه كوزيت لفتت نظرها لماريوس اللي كان واقف بيبص لها. بعد ما المشكله انتهت ورجاله الشرطه مشيوا تينارديه قال لجافرت ان الراجل اللي هرب هو جان. الخبر خلى جافرت يحاول يقبض على جان تاني. وبعد ما الشرطه مشيت من المكان ماريوس طلب من ايبون انها تعرف كوزيت ساكنه فين. وفي نفس الليله ديت اعضاء التنظيم اتجمعوا في مكان علشان يحطوا خطتهم، لكن ماريوس كان سرحان ومش قادر يوقف تفكير في كوزيت. الرجاله اللي معاه بداوا يضايقوه لكن انجلوراس قائد المجموعه وبخه وقال له انه لازم يركز في مهمته. وبسرعه وصلت اخبار حزينه، المسؤول الحكومي الوحيد اللي كان مهتم بالفقراء مات. المجموعه قررت تتحرك وتجهز نفسها للقتال، لكن ايبونين وصلت فجاه ومعاها عنوان كوزيت. ماريوس بدل ما يروح مع زمايله قرر يروح يشوف كوزيت. كوزيت برضه كانت مشغوله بتفكيرها في الشاب الوسيم اللي شافته. كانت دايما حاسه بالوحده لان جان كان بيمنعها تتواصل مع اي حد. حاولت تساله عن الاسرار اللي مخبيها وبسبب انهم معزولين عن العالم لكنه رفض يقول لها عن التفاصيل. وبعد الجدال اللي حصل بينهم خرجت كوزيت للحديقه وهناك شافت ماريوس واقف عند البوابه. الاتنين اعترفوا لبعضهم بحبهم لكن ايبونين كانت بتراقبهم من بعيد وهي مكسوره. وفي وسط اللحظه العاطفيه ديت جان ظهر فجاه وقطع عليهم الكلام وامر كوزيت انها ترجع للبيت. وفضل ماريوس مستخبى علشان ما يتمسكش. وقبل ما يمشي ماريوس لاحظ ان كوزيت سابت منديلها على الارض فاخده واحتفظ بيه. وفي نفس اللحظه السيد تينارديه وصل ومعاه عصابته وكانوا مستعدين يمسكوا جان علشان يسلموا لجافرت وياخدوا المكافاه. لكن ايبونين صرخت علشان تحذر كوزيت وجان من الخطر فبيضربها ابوها بالقلم. المكان كان فوضى فبيقرب شرطه علشان يشوف سبب كل الدوشه ديت، فاضطرت العصابه تهرب قبل ما تتمسك. جان كان سامع كل الصوت ده وافتكر ان جافرت هو اللي جاي فقرر انه ما ينتظرش وقال انهم هيهربوا لانجلترا. كوزيت حاولت تقنعه انه يغير رايه لكنه كان مصر جدا. وقبل ما تمشي كوزيت كتبت رساله لماريوس وسابتها عند البوابه علشان تشرح له الموقف. لكن ايبونين اللي كانت حزينه بسبب مشاعرها اتجاه ماريوس لقت الرساله، قررت تخبي الرساله وما تقولوش حاجه وقالت لماريوس ان كوزيت اختفت. ماريوس اللي كان يائس جري على بيت كوزيت لكن لما وصل اكتشف ان كوزيت وجان سابوا البيت. كان عايز يدور عليها لكن افتكر ثوره التنظيم اللي قربت وقرر يفضل مع زمايله علشان يساعدهم. وفي نفس الوقت ايبونين قررت تلبس لبس ولد علشان تقدر تشارك في الثوره من غير ما حد يلاحظها. وقت ما كان الثوار بيجهزوا اسلحتهم انجلوراس خرج وحاول يقنع الناس انهم ينضموا ليهم ويشاركوا في الثوره. وتاني يوم انجلوراس وماريوس اقتحموا جنازه شخص حكومي كان الفقراء بيحترموه، كانوا بيغنوا وبيرفعوا اعلام الثوره وفضلوا يهتفوا وطلبوا ان فرنسا تبقى افضل. الجنازه قلبت لمظاهرات كبيره لما الجمهور انضم ليهم وبداوا يغنوا معاهم. وفي وسط الزحمه جافرت كان موجود وسطهم وكان متنكر في دور متمرد علشان يقدر يتجسس عليهم ويعرف خططهم. العساكر الملكيين وصلوا وسدوا الطريق وابتدوا يضربوا النار فقتلوا 6 عجوزه في قامت خناقه والعساكر بداوا يقتلوا المتمردين بسيوفهم. وقت ما كان الناس بتحاول تدافع عن نفسها المنظمه وجهتهم انهم يبداوا يبنوا حواجز ويستخدموا الاساس اللي المدنيين بيرموهم من شبابيكهم. الكل جري في المدينه يجمع حاجات اكتر علشان يدافعوا بيها عن نفسهم ولقوا دعم كبير في كل مكان.
المكان. كانوا قدروا يعملوا حاجز كبير سد الطريق الرئيسي. انجلوراس قال انه لازم حد يتسلل علشان يعرف العدو بيخطط لايه، فجفرت اتطوع. كان لسه بيمثل انه واحد من المتمردين، ولما رجع حاول يقول لهم معلومات غلط، لكن جفروش عرفه وكشف حقيقته للكل. المتمردين مسكوا جفرت على طول. هو حاول يدافع عن نفسه ووقع كام واحد فيهم قبل ما انجلوراس يضربه، وفي اللحظه دي ظهر الجنود وبداوا يضربوا نار. الجانبين بداوا يخسروا الرجاله بسرعه والشارع بقى ساحه حرب. ماريوس اتحرك ومعاه برميل بارود وما خدش باله من الجند اللي كان هيضربه بالنار، فقفزت ايبونين علشان تحميه واتقتلت بداله. لما ماريوس هدد بتفجير البرميل الجنود خافوا ومشيوا. وبعد كده ماريوس شاف ايبونين اللي اديته جواب كوزيت قبل ما تموت في حضنه. بعدين كتب ماريوس جواب لكوزيت وخلى جفروش يوصله، لكن جان هو اللي استلم الجواب عند الباب. ولما قرا الجواب اتأثر بمشاعر ماريوس فجرى علشان يحمي حبيب بنته ولبس زي جندي علشان يقدر يمشي من غير ما حد يشك فيه. لكن لما المتمردين شافوه افتكروه جاسوس تاني. وهو هناك شاف جفرت وهو مربوط. جفروش كان ظهر في الوقت المناسب ودافع عن جان. في اللحظه دي ظهر قناص على السطح وجان صرخ علشان يحذرهم قبل ما يساعد المتمردين انهم يخلصوا عليه. ودلوقتي بعد ما الكل صدقوا جان طلب منهم يسمحوا له يعدم جفرت. انجلوراس وافق، لكن اول ما بقوا لوحدهم سابوا وقال انه مش عايز حاجه في المقابل غير انه يثبت انه مش وحش. جفرت هرب وجان ضرب نار في الهواء علشان يبين انه قتله. وتاني يوم الصبح ماريوس اكتشف ان المطر بوظ البارود وما فضلش معاهم ذخيره كتير. والاسوأ من كده المدنيين رجعوا بيوتهم وما فضلش غير رجاله المنظمه في الشارع، لكنهم رفضوا يستسلموا وخدوا اماكنهم على الحواجز علشان يحاربوا لحد النهايه. جفروش كان متحمس يساعد وبدا يلم الذخيره من الجثث اللي وقعت، لكن الجنود ضربوا عليه نار كذا مره. جان شال جثه الولد بسرعه قبل ما رجاله المنظمه يضربوا نار بدافع الانتقام. وبدات معركه جديده والجنود استخدموا المدافع المره دي فتفوقوا على رجاله المنظمه. الثوار اتقتلوا واحد ورا التاني والناس في بيوتهم رفضوا يفتحوا الابواب لاي شخص حاول ينقذ نفسه. ماريوس وقع على الارض فجان جري وشاله وهرب بيه. انجلوراس والمتمردين دخلوا مبنى مهجور لكن الجنود حاصروهم وقتلوهم بسرعه. انجلوراس رفع العلم ومات وهو لسه في ايده كرمز للثوره. وبعد شويه والجنود بينظفوا المكان جفرت حط ميداليته على جثه جفروش ولاحظ كمان ان جان مش موجود بين الجثث وسمع صوت جاي من المجاري. جان كان بيحاول يشيل ماريوس من غير ما حد يشوفه لكن الاتنين وقعوا. وهناك قابلهم السيد تنارديه اللي سرق خاتم ماريوس. كان هجم عليه وهدده لحد ما قال له على طريق الخروج. جان شال ماريوس على كتفه ومشي في انفاق كتير لحد ما خرجوا من المجاري في الاخر. للاسف جفرت كان مستناه عند المخرج فجان طلب منه يديله ساعه بس علشان يودي ماريوس للمستشفى ووعده انه هيسلم نفسه بعد كده. ومع ذلك جفرت فضل يهدده بالقتل لو اتحرك. جان كان ملاحظ ان جفرت مش واثق فيه فكمل مشي وهو شايل ماريوس وجفرت ما وقفوش. جفرت كان محتار ومش عارف مين الصح ومين الغلط فقرر ينهي حياته وقفز في النهر. وبعدها ماريوس صحي في بيت جده من غير ما يعرف مين اللي انقذه. ولما عرف باللي حصل لاصحابه رجع لمكانهم وهو حزين عليهم. وهناك لقيته كوزيت وواسته ووعدته انها تهتم بيه. جان كان بيراقبهم من بعيد وفهم ان وجوده هيعمل مشاكل اكتر. بعدها جان اتكلم مع ماريوس ووافق على الجواز من كوزيت وحكى له عن ماضيه وقال له انه لازم يمشي علشان يحميهم. ماريوس كان متفاهم ووعده انه مش هيقول لكوزيت الحقيقه. وفي الاخر ماريوس وكوزيت اتجوزهم رغم حزن كوزيت على غياب جان. عيله تنارديه حاولوا يقتحموا فرح ماريوس وهم متنكرين لكن ماريوس عرفهم وقبل ما يطردهم قالوا انهم شافوا حماه شايل جثه في المجاري وطلبوا فلوس علشان يسكتهم حتى قدموا له الخاتم المسروق كدليل. فماريوس فهم ان جان هو اللي انقذه فضرب السيد تنارديه لحد ما اعترف ان جان مستخبي في الدير وبعدها طردهم من الفرح. وفي نفس الليله ماريوس وكوزيت زاروا جان اللي كان على وشك الموت وكان شايف روح فانتين. جان كان مبسوط انه شاف بنته للمره الاخيره واداها جواب بيحكي فيه عن ماضيه قبل ما يموت بسلام. وبينتهي الفيلم لما بتظهر روح جان اللي انضمت للارواح التانيه في الشارع. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.